ليه مسلسل كارثة طبيعية عجب ناس كتير وبقى ترند؟ وده تطبيل لمحمد سلام ولا المسلسل حلو فعلا؟ هنعرف سوا، وهقول لكم على حاجات بصراحة ما عجبتنيش في المسلسل، وحاجات أراهن إنكم ما خدتوش بالكم منها، وهحكي لكم على الخناقة اللي حصلت على السوشيال ميديا بسبب المسلسل. هقول لكم بسرعة قصة المسلسل. بتحكي عن شاب من طبقة متوسطة بيتفق مع مراته إن هما يأجلوا الخلفة لحد ما ظروفهم المادية تتحسن، بس بيعدي سنين ولسه الوقت المناسب ما جاش، فمراته بتقرر إنها تشيل وسيلة منع الحمل من غير ما تقوله وتحطه قدام الأمر الواقع. مبروك المدام حامل. وهو أصلاً مش عارف يتقبل فكرة الخلفة والمسؤولية. أنا مش موافق على الحمل ده. بيتلطش على وشه ويلاقي إن الحمل مش في جنين واحد. توأم؟ المسلسل بلاك كوميدي اللي هو هتضحك وانت بتقول يا لهوي وحاسس ان انت عايز تعيط. فلو قلنا ان هو يحتاج في الاسبوع 3 بامبرز، بنميت 6 في اليوم، يعني البامبرز بس اكتر من مرتبي. بصراحة معظم الناس بتطبل للمسلسل ولمحمد سلام من قبل ما المسلسل ينزل. ناس كتير متعاطفة معاه بعد الموقف اللي أخده لما اعتذر إن هو يمثل في مسرحية موسم الرياض في وقت الحرب على غزة، وتحارب واتضغط على المنتجين والمنصات عشان ما يشتغلش كعقاب ليه. وبعد سنتين وفي أول بطولة مطلقة ليه نلاقي المفاجأة إن محمد سلام مش محتاج تطبيل عشان المسلسل فعلا حلو، وهو عامل دوره صح قوي ومظبوط وحقيقي جدا. واحد محطوط في الخلاط متبهدل في ضغط الحياة، فجأة حياته بتتشقلب في يوم وليلة، طبعا بيحصل له بانيك. انا هقدر صح؟ الكوميديا خارجة من رد فعله، طالع دمه خفيف من غير استظراف، وبيقول كلام مش بيضحك ومش بيهزر، بس انت فعلا بتضحك. يعني هو مش بيرمي إفيه أو نكتة تضحك وخلاص، هو مخليك فعلا مصدق مشكلته ومتعاطف معاه جدا بس بتضحك. يا ماما الوضع اللي انا فيه ده وضع مش طبيعي. المسلسل بيقوم على فكرة كوميديا المواقف، مش أي مواقف، مواقف سودة اللي هي في الحقيقة مش كوميدية خالص، اللي هي يا نهار اسود. ودي أصعب أنواع الكوميديا اللي بجد أحمد عاطف أستاذ ودكتور فيها، زي ما عمل في مسلسل بالطو قبل كده، اللي هو بجد مسلسل كوميدي في حتة لوحده خالص علشان فكرته المختلفة والطريقة اللي اتعمل بيها. وده اللي بيحصل تاني في مسلسل كارثة طبيعية عشان برضو فكرة جديدة ومختلفة ولذيذة وملعوبة صح. من أكتر الحاجات اللي عجبتني في المسلسل الإخراج، مع إن الناس شايفة إن هو عادي وما فيهوش أي حاجة، بس هو ده الإبداع والشطارة في حد ذاته. طول ما أنت بتتفرج على المسلسل أنت حاسس إن أنت معاهم في البيت، في المستشفى، واقف معاهم مستني العيال تطلع من غرفة الولادة، فعايش الأحداث معاهم. مفيش تفلسف في الصورة أو الكادرات أو الإضاءة أو الديكور، كلها حياة طبيعية جدا، وده اللي عمله حلو قوي المخرج حسام حامد في أول مسلسل يخرجه. جهاد حسام الدين أنا أول مرة أشوفها بصراحة، مش عارفة هي عملت إيه قبل كده. ممثلة الدور حلو قوي، تحس إن هي طبيعية مش مصطنعة. مفيش حاجة ينفع نعملها هنا ما عملناهاش. طريقة كلامها، شكلها، لبسها، ولا القمطة اللي رابطة بيها راسها كارثة. تحس ان هي واحدة عادية جدا زي 90% من البنات والستات اللي بنشوفهم في الشارع كل يوم. في الحمل والولادة شكلها طبيعي جدا، مش زي المشاهد اللي هي تحسسك ان البطلة خارجة من فوتو سيشن مش من أوضة ولادة. نيجي بقى للكارثة الكبرى. أهلا بيك في العالم السفلي الرشاح. حمزة العيلي، ايه ده؟ ملوش حل بجد، خطير. كل ما بشوف تعبيرات وشه بموت من الضحك، ولا ضحكته رهيبة بجد. هو مثل نوع ثالث أو رابع من الضحكة، مش ضحكة فرحان لصاحبه ولا عليه ولا حتى ضحكة واحد شرير، هو مثل نوع جديد من الضحكة وهي ضحكة الشفقة، اللي هو يا ابني انت لسه شفت حاجة؟ شوقي هو صاحب محمد في المسلسل، شخصية فاقدة الشغف، بس بيعمل اللي عليه وزيادة علشان عيلته، بيشتغل 50 شغلانة هو ومراته،
وبيعاني من مصاريف العيال وعنده 3 عيال بيعملوا مصايب. يا دي عبد العليم بطل لا تلون اختك، انا لسه مسحها امبارح يا عبد العليم. بس احب اقول لك ان ديما بنتي عملتها قبلهم وما كانش كريم ب 30 جنيه، كان روج وغالي جدا وثابت ما بيطلعش. ما علينا. هقول لكم بقى ايه اللي مش عاجبني في المسلسل. وانت اللي حامل ولا هي اللي حامل؟ دور بابا شروق حاسه ان هو كان ممكن يتعمل احسن من كده. مش عارفه دي مشكله كتابه ولا تمثيل، مش قادره احط ايدي على المشكله بالظبط، بس بصراحه بميل اكتر لفكره ان هي مشكله اداء، وان الممثل كمال ابو ريا مش لايق عليه الدور قوي او مش بيطلع حاجه مختلفه. انا شايفه ان بجد دور الاب ده كان يطلع منه بلاوي، يمكن ده يتحسن في الحلقات الجايه. تاني حاجة ما عجبتنيش في المسلسل، بس من غير ما احرق الأحداث هتكلم على المستخبي كده علشان اللي شاف المسلسل يفهم أنا بتكلم على إيه، واللي ما شافش المسلسل يتفرج عليه من غير ما يتحرق له الأحداث. ضايقني جدا إن المسلسل محروق من التريلر. مبروك انت حامل في 5. بس بيتحول الموضوع ده من عيب لميزة، هتعرفها لما تتفرج على الحلقة الثالثة والرابعة. ساعتها هتعرف انك كنت ساذج ومش فاهم حاجة. انا بحب قوي حتة التويستات دي وبتتكرر في المسلسل اكتر من مرة، فانت فعلا عارف القصة لكن الاحداث مش متوقعة. زي برضو لقطة العصير في الحلقة التانية لما خلصت وهو بيلطم لما دخل على شروق، فانت متوقع حاجة من 2، انها شربت العصير او انها ما شربتوش، بس بتتفاجئ بحاجة تالتة خالص في الحلقة الثالثة والرابعة بتاخدك في حتة تانية. بصراحة قفلة الحلقات كلها فيها سسبنس عالي جدا. أنا شخصيا الحلقة الرابعة خلصت وهموت وأعرف الرجلين اللي دخلت عليهم دي حكايتها إيه. حاجات حبيتها في المسلسل بقى، الكيمياء اللي بين جهاد وسلام في المسلسل حلوة جدا. شروق ومحمد لايقين على بعض، تحس فعلا ان الحوار بينهم كلام 2 متجوزين عادي جدا وشايلين هم الايجار والمصاريف. حاجات بقى اراهنكم انكم ما خدتوش بالكم منها وعجبتني جدا جدا. اسقاط لذيذ جدا ان محمد شغال في شركة اتصالات او انترنت، الشعار بتاعها سلحفة. ده تقريبا تمثيل محترم لمعاناتنا كلنا مع سرعة النت. حاجة تانية ناس كتير ما خدتش بالها منها، الست اللي بتشحت في الشارع، لقطة كانت واحدة والتانية كانت شروق مراته. هو تخيل انها الست اللي بتشحت على العيال، وده اللي خلاه ياخد القرار الغريب اللي اخده، هو احساسه ان هو خايف على مراته واولاده يوصلوا للمرحلة دي، مش ان هو كان اناني وفكر في نفسه بس زي ما ناس كتير كانت بتقول. فكرة المسلسل الأساسية هي فعلا الصدمة من عدد الأطفال، بس كمان هم عدوا بسرعة على مشاكل كتير موجودة وطحنا الناس، زي المصاريف والأسعار اللي زادت جدا، ومشكلة الإيجارات بتاعة الشقق اللي كل يوم مش عارفين يعملوا فيها إيه، تجارة الأعضاء، أسعار المستشفيات الأوفر، واستغلال حالات الطوارئ، وكمان صرف الأدوية الممنوعة بدون روشتة. طيب الناس بقى اللي بتتخانق مع بعض على السوشيال ميديا، أول حاجة فكرة إن واحدة تحط جوزها قدام الأمر الواقع إن هي حامل وهم مأجلين موضوع الخلفة ده، ناس اتخانقت عليها على السوشيال ميديا. الرجالة داخلين كاتبين لو مراتي عملت كده هطلقها، الستات بيردوا هي مستنية سنين وحرام من حقها إن هي تبقى أم. ففتح نقاش كبير جدا، مين يقرر إمتى نخلف؟ والرحم ده بتاع مين؟ ده الرحم بتاعي مش بتاعك. الرحم ده بتاعنا احنا الاتنين. تاني حاجة بقى، ناس كتير قالت ان المسلسل ده غير واقعي وفيلم هندي ومفيش كده. انت شفتي حلقة عمرو الليثي؟ عارفين من بعض يعني هم كلهم دخلي كام في الشهر؟ ما بكفيناش 3000 جنيه. احنا مالنا ومال استاذ عمرو الليثي؟ احنا مالنا؟ هو استاذ عمرو الليثي هيصرف على العيال لما انا اخلفهم؟ اكتر من حد على السوشيال ميديا من حالات التوائم المتعدده طلعوا قالوا احنا 3 توائم و4 توائم وكمان 5 توائم، وطلعوا صورهم وحكوا قصصهم، وكل اللي دخل كان بيعلق يدعي للاب والام على المعاناه اللي شافوها لحد ما الولاد كبروا، وناس تطلع تقول لهم استخبوا لحسن تتحسدوا. بس بجد هو عمل حالة جميلة كده. في حاجات أكتر بكتير مش عايزة أخش فيها عشان ما أحرقش أحداث المسلسل، بس أقدر أقول إن مسلسل كارثة طبيعية ده عوض من ربنا لسلام، ودعاء الناس اللي بيحبوه ووقفت جنبه ودافعت عنه.
اللي ما شافش المسلسل يشوفه وعلى ضمانتي، هو 10 حلقات بس وبيتعرض حلقتين كل 4 على واتشت. اما بقى اللي شاف المسلسل يقول لي يديه تقييم كام من 10، وعايزاك تطلع شخصية الناقد اللي جواك وتقول لي رأيك بصراحة في المسلسل. ايه اكتر حتة فاجأتك او ضحكتك في المسلسل، ولا شايف ان المسلسل واخد اكبر من حجمه؟ اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم على طول واحد واحد. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك، ولو ما عجبكوش اعملوا لايك برضو عشان ما نضيعش المجهود يا جماعة. اشوفكم السبت اللي جاي في فيديو جديد، وكفاية كده عشان انا تعبت.